السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معانا في وصفة النهاردة الهمبرجر البيتي الاقتصادي، إن شاء الله يعجبكم وينول إعجابكم. معانا كوبايتين فول صويا منقوعين في مية سخنة وصفيناهم حلو قوي زي ما انتم شايفين كده. معانا نص لحمة مفرومة. معانا في التوابل بتاعتنا بهارات لحمة، بصل بودر، توم بودر، فلفل أسمر، مكعبين مرقة لحمة. ماشي. ومعانا معلقه بيكنج باودر صغيره. ويبقى معانا تتبيله الهمبرجر اللي هي بتاعت ماجي دي، بتبقى تحفه يا جماعه. ماشي. يعني احنا حطينا توابل زياده ليه؟ عشان معانا فول صويا، لان كيس التوابل لوحده مش هيبقى كافي على كل الكميه دي. ماشي. وطعمه كان ولا اروع والله. هننزل بقى بكل المكونات في الكبه كده. لنص اللحمه مفرومه مع كوبايتين الفول الصويا. لازم تبلوهم قبل ما تعملوا الهمبرجر ب5 دقايق كده او بربع ساعة في مية سخنة بتغلي، وتغطوهم وتسيبوهم لحد ما ينفشوا وتصفوهم حلو قوي وتنزلوهم على اللحم. ونزلنا بالتوابل زي ما انتم شايفين. وهننزل بكيس توابل البرجر كده. بيتباع في اي حتة توابل البرجر بتاعت ماجي دي تحفة جدا يا جماعة. ومش دعاية ولا حاجة والله، لان انا بستعمل الحاجات دي على طول. كل منتجات ماجي تحفة. هنحط معلقة بيكنج باودر صغيرة مش كبيرة، عشان يدي هشاشة للبرجر ويخلي الحجم بتاعه حلو كده. هننزل مكعبين مرقة اللحمة، مش مرقة الدجاج، مرقة لحمة، وده اختياري. عاوزين تحطوها ماشي، بس بتدي طعم وتست حلو اوي للبرجر. عاوزين تحطوا ملح اللي يريحكم، هتبقى معلقة صغيرة. ماشي. عشان تظبط حدق كل حاجة. وكان حدقه رائع 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 والله يا جماعة. وكان الهمبرجراية جامبو، وكان شكلها تحفة وطعمها أجمل. وجربوه إن شاء الله يعجبكم. كده نزلنا بكل حاجة. ويبقى طبعا ايه، وانا بدور الكبة كده حطيت شوية زيت صغيرين يلفوا كل المكونات مع بعض. شوية زيت صغيرين خالص. ماشي. ضربنا بقى كل المكونات دي ضرب حلو قوي مع بعضيه، وبقت عجينة حلوة كده زي ما انتم شايفين. ولا الفول الصويا باين فيها كأنه لحمة مفرومة تحفة. معانا كده مكبس البرجر بتاعنا زي ما انتم شايفين كده. ماشي. انا عملته معاكم بكذا طريقة في القناة من غير مكبس قبل كده. هنجيب كيس تلاجة ونفتحه كده بالمنظر ده، وهندهنه زيت زي ما انتم شايفين كده عشان البرجرية متلزقش معانا. وناخد بقى ايه على حسب حجم ما احنا عاوزين. يعني عاوزين نخليها رقيقة، عاوزين نخليها سميكة، ايه اللي يريحنا على حسب السمك اللي احنا عاوزينه. وناخد كورة كده متوسطة ونفردها كده في المكبس زي ما انتم شايفين كده. بس برضو مش بنخليه سمكه تخين قوي. يعني هتشوفوا السمك دلوقتي اللي انا عملته. وبننزل كده الكيس من الناحية التانية وبنضغط عليها بالمكبس البرجر. تطلع معانا بالشكل ده. انا كنت الاول بعملها في غطا برطمان. اه بص سمك الهمبرجرية عامل ازاي تحفة. لان طبعا هي لسه ما تستوي لسه ايه هتكشه. معانا كده كيس برضو تلاجة دهنينه بزيت وحطينه في الطبق، على اساس ان احنا لما نيجي نعمل تبقى ايه نعرف نشيله من الطبق. ولو احنا هنشيله في التلاجة شوية يتشال ما يلزقش على بعضيه. ده كيس تلاجة فتحناه وفردناه ومسحناه بالزيت وحطينا عليه البرجر. عاوزين تفرزوها تحطوه في اطباق فويل فوق بعضيه كده. وبرضو طبقات اكياس ما بينهم، ما بين كل طبقة والتانية كيس تلاجة. وبعد كده بنقفله برضو بكيس تلاجة ونشيله في الفريزر لو عاوزين نعمله في اي وقت تاني. طريقة جميلة وسهلة وطعمة بشكل يا جماعة. كنا عاملين جنبيه مكرونة سباكيتي تحفة برضو. ماشي. انا بس بوريكم اول اتنين كده وبعد كده هكمل الكمية انا مع نفسي. بوريكم طريقة التسوية هايلة. بص السمك بتاعه والشكل تحفة ولا اروع، واحلى من الجاهز 1000 مرة. وحاجة مضمونة في البيت وانت عاملاها بايديكي وعارفة انت حاطة ايه ومكونات ايه واللحمة جايبة مصدرها منين. ماشي. انا على طول بعمل البرجر في البيت وكل حاجة بقيت اعملها. دي الكمية اللي طلعت لنا من نص كيلو لحمة. ما شاء الله طلعت يجي 12 قطعة. وكل قطعة اكبر من يعني كبيرة جامبو زي ما انتم شايفين كده مش صغيرة. ماشي. هتشوفوا دلوقتي التسوية بقى. طبعا انا ما دخلتوش في الفريزر لان احنا ايه هسويه على طول. عشان بص يا حبايبي كده احنا جبنا طاسة على النار تكون ما بتلزقش، ولا وحتى لو بتلزق هنجيب طاسة اي حاجة. نحط شوية زيت صغيرين، كمية صغيرة خالص مش هنحط كمية كبيرة.
وننزل باول واحده كده بوريلكم ان هو مش بيفك، وتحفه وروعه ومتماسك جدا، واحلى الف مره في الجهاز في التسويه وفي طريقه العمل وفي كل حاجه. بس اعملوه بطريقتي كده والله وهتدعولي ان شاء الله. طبعا ما بيتحمر والنار وسط، مش عاليه قوي ولا واطي قوي، عشان يستوي براحته ويبقى طعمه حلو. لو عليته النار هيتشعف من فوق ومن تحت، ومش هيبقى القلب مش مستوي، لان احنا عاملين الحته ما شاء الله كبيره. ماشي، عاملينها جامبو مش عاملينها صغيره. بصوا كده، كنت قلبتها على الوش التاني زي ما حضراتكم شايفين كده. اول ما الوش التاني يتحمر بنرفعها بالمساكه دي، بننزل بغيرها. طبعا بنوطي النار عشان ايه الزيت ما يتحرقش مننا. بوريها لكم اهي، ما كشتش الا حاجات بسيطه جدا، لان احنا حاطين معلقه بيكنج باودر، ومعلقه البيكنج باودر بتدي لها هشاشه وبتخلي القطع محتفظه بسمكها او بالكبر بتاعها زي ما هي ما شاء الله. ده بقى كمان لو اتحط في كايزر مع خس كابوتشا ومع جبن بقى والحاجات دي، اقسم بالله ولا احلى مطعم ولا احلى مطعم بتاع برجر، لانه هو فعلا طعمه خطير. وان شاء الله هبقى اعملها لكم في وصفة تانية بامر الله. كده انا ايه بوريكم اول قطعتين انا عملتهم، وبعد كده اكمل الطريقة مع نفسي. ويا رب لو الوصفة بتاعتي عجبتكم تدعموني باشتراك وشير ولايك للقناة. وشكرا لكل تعليقاتكم الجميلة وكل كومنتاتكم الحلوة، وربنا يجازيكم عنا خير الجزاء يا رب. ماشي، انتوا شايفين النار هادية اهي، يعني مش هادية قوي ولا عالية قوي، وسط. كده كنا خلصنا كل الكمية بتاعتنا اهي. شوفوا شكله تحفة ازاي ما شاء الله، اللهم بارك. رملنا كل الكمية دي، ومعاه مكرونة سباكيتي اهي عاملاها برضو جنبه. وبألف هنا وشوفة، والسلام عليكم.